لو لسه ما شفتش الجزء اللي فات من حكايه سندباد فروح شوفه الاول. بعد نجاح سندباد في انه يأسس الشركه بياخد اولى خطواته ناحيه حلمه، وهي انه يكون علاقات تجاريه مع مختلف البلدان ويبدا يجني ارباح طائله. واولى وجهاتهم كانت هي مملكه ساسان، او زي ما بيطلق عليها ارض النقاء. وهناك بيلاقي تحدي جديد مستنيه، هو ان سكان المملكه دي ما بيتعاملوش خالص مع الغرباء وبيرفضوا اي تعاملات جايه من العالم الخارجي. وشفنا بعدها لقاء بشخص يدعى مسترس، واللي اتضح بعدين انه ابن ملك الفرسان داريوس ليوكسس، الشخص اللي بيكون عقيده ساسان وبيتحكم في البلاد. ولكن مسترس على عكس ابوه كان نفسه دايما انه يغادر البلد دي ويشوف العالم الخارجي. ولقاء بسندباد خلاه يعرف قد ايه العالم الخارجي ممتع، وان البلد اللي هو فيها مجرد سجن بيقيد حلمه. وعلشان كده بيقرر انه يتحدى كافه الفرسان في نزال فردي على امل انه يهزمهم كلهم ويتسمح له يغادر البلد. وفعلا بيستمر في هزيمتهم واحد ورا الثاني لحد ما بيوصل لملك الفرسان. وشفنا القتال اللي دار ما بينهم، واللي انتهى بانتصار داريوس عليه بسبب قوه الجن اليسيس، واللي كانت بتعكس له اي ضربه يحاول يوجهها له. بيبقى لسه على وشك انه يقتله، ولكن وقتها سندباد اتدخل ووقف المبارزه. فيا ترى ايه اللي بطلنا ناوي عليه وهيتعامل ازاي مع الشخص ده؟ وهل هيقدر فعلا ينقذ مسترس ولا داريوس ليه راي تاني؟ هو ده اللي هنعرفه في فيديو النهارده. فكالعاده قبل ما نبدا فيا ريت ما تنساش اللايك بتاعك، والاهم انك ما تنساش انك تصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. بعد ايقاف سندباد للنزال باقي الفرسان بيتجمعوا عليه وبيحاولوا يعتقلوه، ولكن سندباد وقتها بيرفع سيفه وبيوقفهم كلهم بقوه بعل. داريوس وقتها بيعرف ان هو كمان فاتح برج، بيقول له المعركه دي جزء من تعليمنا المقدسه، يا ريت دخيل زيك ما يتدخلش فيها. سندباد بيقول له يا ترى القوه اللي انت حصلت عليها بعد فتحك للبرج جزء من التعليم برضه؟ انا مش هنكر ان من حقك تعمل اللي انت عايزه بيها، ولكن في الحقيقه اي حد يقدر يحصل على نفس قوتك لو فتح البرج. معنى كده ان القوه دي مش مرتبطه بالتعليم بتاعتكم ومش من حقك انك تستخدمها في المبارزه. داريوس بيقول له انت تطلع مين بالظبط؟ بيقول له سندباد تاجر بيسافر في جميع انحاء العالم وكمان فاتح زيك، ما تيجي نتقاتل؟ لو انت فزت تقدر تتخلص مني بالطريقه اللي تعجبك، ولكن في المقابل لو انا اللي فزت مسترس هيجي معايا وهتعمل عقد تجاري مع الشركه بتاعتي. كل الفرسان بيبقوا مستغربين ومش فاهمين ايه اللي بيحصل. هو مش المفروض ان ملك الفرسان هو بس اللي يقدر يستخدم القوه دي؟ جعفر وقتها بيفهم اللي سندباد عايز يعمله، فوفقا لتعليمهم ملك الفرسان هو الوحيد اللي بيقدر يستخدم قوه الجني. ولكن دي مش الحقيقه، فبمجرد ما يشوفوا ان في اكتر من شخص بيقدر يستخدم نفس القوه هتبدا الشكوك حوالين ملك الفرسان تزيد، وبالتالي هيشكوا في التعليم ذات نفسها. يعني من الاخر سندباد بيحاول يهدم عقيدتهم. داريوس بيقول له انت فعلا شخص وقح، اعدام مسترس ممكن يتاجل، ولكن ما اقدرش اتجاهل حاجه ممكن تاثر على البلد باكملها. انا بقبل النزال بتاعك. مسترس بيحاول يحذر سندباد وبيقول له اوعى تقاتله، مفيش فايده من اي هجوم تشنه ضده، فالقوه اللي عنده بتخلي محمي من جميع الاتجاهات، وكل ما زادت قوه هجومك كل ما كان انعكاسها اقوى، حاجه كده شبه قوه مليودس. جعفر وهنا بيطمنوه وبيقولوا له ما تقلقش. سندباد بيستفزه عن قصد، اكيد عنده خطه مخبيها، في الوقت الحالي ثق فيه وبقوته. وفعلا بتبدا المعركه والاثنين بيتبادلوا الضربات مع بعض. سندباد بيتفادى هجماته برشاقه وبيهاجمه بقوه بعل، ولكن داريوس بيتصدى لها وبيعكس له الهجوم من تاني. سندباد بيهجم عليه بكل قوته وداريوس بيفعل الحاجز بتاعه. كلا القوتين بيتصادموا ومحدش فيهم متفوق على التاني. الفرسان كلهم مصدومين، ازاي في شخص قادر يتقاتل مع ملك الفرسان بتساوي؟ سندباد وقتها بيضحك وبيقول لهم تساوي؟ انتوا شايفين فعلا اننا متساويين؟ خلونا اوريكم ايه هي القوه الحقيقيه للجني. في الوقت ده جسمه بيبدا في التضخم وطاقه مهوله بتنبعث منه. كل الحاضرين مرعوبين، بينادى على روح الغضب والبطوله، بيطلب منه يسكن جوه جسمه ويحوله لمحارب عظيم. جعفر مصدوم ويقول معقوله يكون اتقنها؟ وفعلا بيكتمل التحول وهالته بتنفجر في المكان. هي دي اقوى تقنيه، التجهيز الكامل للجني. بيقول له عن طريق انك تغطي نفسك بقوه الجن بتقدر تخرج قوه الجن الكامله. خلينا نشوف هتقدر تستحمل قد ايه. في اللحظه دي سندباد بيرفع سيفه وبيجهز هجومه الحقيقي. البرق بيتكون خارج القصر وبيخترق السقف وبينزل على داريوس. داريوس مصدوم ومش قادر يصدها، هي دي قوته الحقيقيه. وبعد شويه بنشوف القصر هو متدمر وكل من سندباد وملك الفرسان اختفوا. سندباد بيبقى شايله وطاير بيه في الهواء، بيقول الجو هناك كان دوش علشان كده قلت اغير المكان، احسن لك ما تتهورش، حاجز بالمستوى ده اقدر ادمره بكل سهوله. ولكن داريوس بيفضل مصمم فبيرميه من فوق. سندباد بينزل وراه وبيقول له عاش عليك والله، مش بس قدرت تصد البرق بتاعي، لا وكمان قدرت تستحمل سقوط من ارتفاع زي ده. داريوس بيقول له ما تتغرش في نفسك، المعركه لسه ما انتهتش. سندباد وقتها بيعتذر منه وبيقول له الظاهر كده ان ما وريتكش فرق القوه اللي بينا بما فيه الكفايه، كان لازم اوريك الهجوم ده من الاول. وفعلا بيرفع سيفه وبيطلق هجوم جبار ناحيه الجبال. داريوس بيفتح عينه وبيتصدم، 6 من الجبال اتنسفوا بضربه واحده. يا نهار ابيض، ده ايه العظمه دي كلها؟ سندباد بيقول له فهمت، لو انا هدفي كان الحرب كان زمان ساسان اختفت منها على الخريطه، وشخص زيك لسه ما اتعلمش تجهيز الجن بتاعه ما كانش هيقدر حتى يقف في وشي. داريوس بيقول معقوله فرق القوه بيننا كبير للدرجه دي؟ انت مين وناوي على ايه بالظبط؟ بيقول انا هدفي اني اسس علاقه تجاريه معاك ومشاكل تحالف مع البلد دي، هي دي كل امنيتي. في البدايه انا عايز اتاسف لك على تصرفي الوقح، بس دي كانت الطريقه الوحيده علشان اقدر اتكلم معاك على انفراد. انا اسف على تصرفي الوقح. كده اخيرا نقدر نخش في الموضوع الاساسي. حاليا ففي عدد كبير من الناس في مختلف بقاع العالم بداوا في فتح الابراج واكتساب قوتها. القوه دي هتاثر على توازن القوى في المستقبل، وهتؤدي في النهايه لاحداث خلل في العالم، وحتى ساسان مش هتكون استثناء. كده هتتجروا للحرب، ولكن انا مش عايز الحرب، انا عايز اغير العالم ده وانهي كل الحروب. عايز اخليه مكان يعيش في الناس والبلدان في سلام مع بعضهم.
لهم. داريوس بيقول له انت بتحلم، عالم زي ده من المستحيل تحقيقه. سندباد بيقول له انا هحققه قريب جدا، هنشئ دوله وهبقى ملك، وعلشان كده فانا محتاج لناس يشاركوني حلمي، صحابي يغيروا العالم معايا، وعلشان كده فانت يا ملك الفرسان قوتك مطلوبه. وعلى الناحيه الثانيه جعفر وهنا بيكونوا محاصرين من قبل الفرسان وبيقولوا لهم ملك الفرسان بقاله اكتر من ساعه غايب، لو ما رجعش فانتوا اللي هتدفعوا الثمن. ولكن فجاه صاعقه كهربائيه بتنزل عليهم وكل من سندباد وداريوس بيوصلوا. الفرسان بيروحوا يطمنوا عليه وبيسالوا عن اللي حصل في المبارزه. داريوس لسه يقول لهم عن الحقيقه ولكن سندباد بيكذب وبيقول لهم انها انتهت بالتعادل. بعد قتالي انا وملك الفرسان ادركنا ان احنا الاثنين فاتحين للبرج وان مفيش فايده من الاستمرار اكتر من كده، علشان كده انتهت بالتعادل. الفرسان بيبقوا مضطربين وبيقولوا لهم مش المفروض ان ملك الفرسان هو الوحيد اللي يقدر يستخدم القوه دي. داريوس بيقول لهم وفقا للاساطير بتاعتنا فالبرج الاسطوري ظهر لما كان في ظاهره غير طبيعيه بتحصل في جميع انحاء العالم، وهو ده اللي بيحصل دلوقتي. سندباد هو كمان يبقى واحد من اللي تم اختيارهم، وعلشان كده فانا عايز ارحب بيه في ساسان كصديق لينا بصفته شخص تم اختياره لحمايه العالم من الخطر. الفرسان بيقولوا له ارادتك يا اراده ساسان، كل فارس هنا هيلتزم بكلامك، وكلهم بينحنوا لسندباد وبيرحبوا بيه في ساسان، وبكده يبقى الموضوع انتهى على خير. وعلى الغروب داريوس بيروح يودع ابنه ومسترس بيقول له انا رايح مع سندباد. اي نعم انا ما قدرتش اهزمك بس انا مستعد اتخلى عن اسمي وبلدي لو ده معناه اني هغادر. داريوس بيقول له بصفتي ملك الفرسان وكأب ليك فانا كنت دايما بقيدك في البلد دي، وده لاني كنت مؤمن ان ده واجبي كأب ليك، ولكن في الحقيقه فانا ممكن كنت بغير منك. فانا كمان لما كنت في سنك كان في وقت اتمنيت فيه ان اشوف العالم الخارجي، ولكن وعلى عكسك فانا ما قدرتش اقول لاي حد على الموضوع، علشان كده روح انت يا مسترس كدليل على التحالف فانا بعينك في مهمه مرافقه سندباد. شوف انت العالم الخارجي وامشي فيه مكاني. مسترس وقتها بيتاثر وبيقول له انا بقيت قوي بسببك، لانك كنت دايما واقف قدامي زي الجبل قدرت اتمسك بحلمي، شكرا ليك على كل حاجه. بيروح بعدها قابل سندباد واللي معاه وبيقول لهم دلوقتي اخيرا هقدر اروح على العالم الخارجي، انا حاسس اني بحلم. سندباد بيقول له انا عارف انك متحمس بس ما تنساش ان عندك شغل كتير، فانت اللي هتبقى مسؤول عن التواصل مع ساسان. في الوقت ده اخو سبارتوس بيجي يقول له انت ليه ماشي من غير ما تقول لي؟ انت ليه دايما بتخبي الحاجات المهمه عني؟ هو انا مش اخوك يا ابني؟ مسترس بيقول له انت بتفكر كتير يا سبارتوس، كل الحكايه اني اتشغلت شويه مع نفسي مش اكتر. سبارتوس بيقول له مهما قالوا الناس عليك انت دايما كان هدفك تروح للعالم الخارجي وعملت كل اللي في مجهودك من غير ما تشتكي ولا مره، انا عارف كل ده علشان كده انا دايما كنت بحترمك، ولو انا ما عرفتش اشوفك تاني فوقتها هكون وحيد جدا. مسترس بيقول له ما تخافش، لما انت تكبر وتبقى فارس محترم وقتها احنا الاثنين هنلف العالم مع بعض، علشان كده وعدني انك ما تعيطش، مش هتبقى قوي لو فضلت تعيط، ده وعد بين فارسين. وبعدها بيودعوا بعض. سبارتوس ساعتها اخد قراره بانه هيبذل كل جهده علشان يبقى زي اخوه ويقدر يسافر في جميع انحاء العالم. وبالليل داريوس بيبقى مجتمع مع الفرسان وبيفكر في اللي حصل من ساعه وصول سندباد على هنا، بيقول في نفسه من ساعه ما هو وصل وعمل تغيير عمره ما حصل في تاريخ ساسان من مئات السنين. بيفتكر كلامه معاه بعد ما سندباد قال له انه محتاج قوته في تغيير العالم. داريوس وقتها رمى سلاحه وقال له الموضوع غريب، كل ما ابص لك افتكر الاسطوره القديمه بتاعتنا. الاسطوره بتقول ان في قديم الازل كان العالم مليان بالخبائث، سكان ساسان وقتها اجوا على هنا واستخدموا قوه الملك بتاعهم علشان يتخلصوا من كل الخبائث. الملك ده كان بيمتلك قوه عظيمه، قدر ينهي كل النزاعات اللي في العالم باستخدام قوته لدرجه انه انشأ مدينه قويه بيعيش فيها جميع الاعراق في سلام ووفاق، وده كان اول ملك قدر يوحد العالم. مش هو ده نفس اللي انت بتطمح ليه؟ بيقول في نفسه من هنا ورايح العالم ممكن يتغير، اي نعم هو فاتح ولكنه لسه مجرد طفل. هل يا ترى انا قابلت تحالفه علشان حسيته نفس الملك اللي في الاسطوره؟ وبالمناسبه يا صديقي الاسطوره اللي كان بيتكلم عنها مشابهه لقصه سيدنا سليمان، واللي ربنا كان مسخر له الجن والانس وكان واحد من الاثنين المؤمنين اللي حكموا الارض. وعلى الناحيه الثانيه مسترس بيبقى واقف قدام المحيط ومصدوم من منظره، بيقول لهم بصراحه انا كنت خايف شويه، كنت خايف ليكون العالم اللي انا عايز اشوفه مش قد توقعاتي، ولكن دلوقتي كل ده راح خلاص، انا عايز اعرف كل حاجه عن العالم. قولوا لي بقى احنا رايحين فين المره دي؟ جعفر بيقول له بخصوص ده فاحنا ناويين نروح على بلد صغيره زي ساسان، لا دي كمان اغرب منها لدرجه اننا حصلنا على تصريح الدخول بعد عناء كبير، مكان النساء فيه هم اللي بيحكموا البلد بدل الرجاله بقوه عذراء الحرب، مملكه السماء ارتميرا. معلش بقى يا مسترس زمانك كنت عايز تروح على مكان مشهور زي ريما او بارتفيا، بس هي دي خطتنا بقى. ولكن مسترس بيبقى عمال يتراش وما بيردش عليهم. سندباد هو الوحيد اللي فاهمه، بيروح له وبيقول له ايه رايك في العالم الخارجي؟ جامد مش كده؟ مسترس بمناخيره اللي بتنزف من الحماس بيقول له ايوه. وبكده هتبدا رحله جديده لمملكه ارتميرا، مملكه بتقع في جنوب شرق القاره واراضيها بتضم اكبر الوديان في العالم، فضلت محجوبه ومعزوله عن العالم الخارجي، والسبب هو تضاريسها العملاقه زي ما انت شايف يا صديقي، واللي تعتبر منع طبيعي لاي حد يحاول يزورها او حتى يدخلها. بيدخلوا على الوادي بتاعها وبيقتربوا من المكان اللي هيرسوا فيه. كل من سندباد ومسترس بيبقوا متحمسين ليها ومن مدى ضخامتها، بيلاحظوا عصفور صغير طاير في السماء وشكله غريب، ولكن ده مش صغير، لا ده حرفيا عملاق اضخم حتى من السفينه نفسها، وعلى متنه في بنتين من مملكه ارتميرا بييجوا يتكلموا معاهم وبتقول لهم يا ترى هل هتقدروا توصلوا؟ في المره اللي فاتت الرجاله ما كانوش قادرين حتى يمشوا من التعب وفضلوا يتراشوا زي العيال الصغيره. سندباد طبعا ما بيعرفش يسكت وبيروح يعكسهم، البنات وقتها بيتكسفوا من نظراته وبيسيبوهم وبيمشوا. كده انا بقى عندي سبب زياده علشان اوصل على ارتميرا. بيوصلوا فعلا على المكان اللي هيرسوا فيه، وسندباد ومسترس بيكونوا متحمسين لعبور الوادي ده النهارده، وبينطلقوا بكل حماسه ونشاط.
وعلى الغروب بنشوف سندباد وهو ماشي ساند على العكاز وفقد الشغف. مسترس وجعفر بيقولوا له ايه اللي مخرك يا عم، عايزين نوصل النهارده. سندباد مش قادر يتحرك وبيشتمهم في سره، فواحد فيهم كان سفاح قبل كده والتاني كان عايش في الجبال، طبيعي يعني ما يتعبوش. بيقع على الارض وبيقول لهم انا خلاص ما عادش قادر، الجو حر وانا تعبت، خلونا ناخد استراحه هنا. بينادى على هنا بيقول له ما تشيلنا على ظهرك يا اسطى، ولكن هنا اصلا ما بيكونش قادر يشيل نفسه، فالكونه كان عايش في القطب الشمالي فهو ما بيقدرش يستحمل الحراره والرطوبه، ولكنه بيدوس على نفسه وبيقول هستحمل علشان مراتي وابني. في الوقت ده سندباد بتيجي في باله فكره ذكيه وبيمسك السيف، بيفعل تجهيز الجن وبيقول لهم انا بقدر اطير في الوضع ده، هسبقكم انا بقى يا شباب. ولكن جعفر بيكلبشه وبيجيبه من قفاه، انت بتعمل ايه يا عم؟ بيقول له بص ايدك قدر الوضع شويه، احنا هنا في ارتميرا ومحدش يعرف حاجه عن تجهيز الجن ولا الاوعيه المعدنيه، لو حد شافك وانت طاير هيفكرونا اعداء، ابوس ايدك قدر الوضع شويه، مش انت لوحدك اللي تعبان هنا، انا كمان تعبت من الحراره والمشي. سندباد يعني بيفضل يصيح ويستنجد ولكن لا حياه لمن تنادي. بيكلبشوا بعدها بالسلاسل وبيكملوا طريقهم غصب. بيجي الليل والعيال بترتاح شويه وبعدها بيكملوا طريقهم من تاني، واخيرا وبعد تعب ومعاناه بينجحوا في عبور الوادي وبيوصلوا على وجهتهم مملكه ارتميرا. سكان البلد اغلبهم ستات وبيعيشوا في انفاق محفوره جوه الوديان وبيستخدموا الطيور كوسيله للتنقل. وفي خلال ما هم واقفين بيجي من وراهم طائر عملاق والمفاجاه ان اللي سايقاه بنت صغيره. بيقرروا انهم هيروحوا يقابلوا الملك على طول، ولكن بعد ما يستحموا الاول من ريحتهم المنتنه دي بيروحوا يسالوا على اي مكان يقدروا يستحموا فيه، ولكنهم بيعرفوهم ان مفيش اي فنادق هنا، وده لان نادرا لما بيجي لهم زوار. يا نهار ابيض، يعني هنفضل بريحتنا دي كتير؟ بتقول لهم ممكن تستحموا في النهر اللي في اسفل الوادي احسن من مفيش. وبعد ما بيخلصوا بيتوجهوا على القصر الملكي وبيقابلوا الحارسه اللي على الباب، بترحب بيهم وتقول لهم الملكه مستنياكم، اتفضلوا من هنا. وصحيح الملكه مش في افضل مزاج علشان كده خدوا بالكم من كلامكم. بيدخلوا فعلا وسندباد والباقيين بينحنوا ليها وبيقولوا لها ده شرف لينا اننا نقابلك. سندباد بيعرفها بنفسه وبيقول لها على اسمه انه صاحب شركه سندوريا التجاريه، احنا هنا على امل تاسيس علاقه تجاريه مع البلد بتاعك. بيفضلوا يتكلموا ولكن الغريب ان الملكه بتفضل ساكته وما بتتكلمش. جعفر بيستغرب وبيقول لها واحنا عملنا حاجه ضايقت جلالتك؟ في الوقت اللي الحارسه اللي وراهم بتبدا تضحك، بتروح على كرسي العرش وبتشيل الدمى اللي كانت عليه وبتقعد هي مكانها. ايوه يا صديقي، البنت دي هي ملكه ارتميرا، ميرا ديانوس ارتمينا. من اولها كده بتقول لهم دايما اغلب الزوار بيستهينوا بيا ويحتقروني لان ست، علشان كده بحب اعاقبهم من البدايه. اهلا بيكم في ارض السماء. بس ايه ده، انتوا كلكم رجاله؟ في الرسائل اللي كانت بتجيلي اتقال ان مستشار الشركه هي امراه بتدعى رورم، هي ما جاتش معاكم ليه؟ جعفر بيقول لها للاسف هي حامل حاليا علشان كده كانت مضطره تفضل في الشركه. بتقول لهم ايه الملل ده، امشوا من هنا، ما عنديش اي رغبه في اني اتكلم مع رجاله، الرجاله هنا علشان التكاثر مش اكتر، اما ست مفتريه وصحيح. جعفر بيطلب منها انها تديهم فرصه ولكنها بتقول له مش عايز اسمع حاجه تانية، يلا خدوا بعضكم وامشوا من هنا. سندباد وقتها بيقوم بيقول لها استني لو سمحتي، بيبدا يقرب عليها ويقول لها انت متعصبه ليه؟ انا عمري ابدا ما اخونك. في اللحظه دي جعفر والبقيه ادركوا الكارثه اللي هتحصل. بيمسك ايديها بيقول لها ان انا اعمل كل اللي اقدر عليه لمصلحه بلدك ولمصلحتك انت شخصيا، ثقوا فيا بعد اذنك. بيبتسم لها ابتسامته المغريه والملكه وقتها بتفهم كل حاجه. بتقول له هي دي بقى الطريقه اللي انت بتغري بيها الستات مش كده؟ بيقول لها صدقيني انا مش زي باقي الرجاله. بتقول له انت فهمت غلط. بتحط الرمح على رقبته وبتقول له انا اللي اقرر اذا كنت زيهم او لا. بقى كنت عايز تغويني انا؟ ده انا هفشخك، هوريك الرعب الناتج لما تحاول تخدع اي ست هنا. وفجاه عدد كبير من الحراس بيخرجوا وبيحاصروهم من كل اتجاه. الملكه بتقول لهم خدوهم بعيد، ولكن في الوقت ده الرمح بتاعها بيبدا يتفاعل مع سيف سندباد علامه على انها هي كمان فاتحه البرج. بتقول له بقى انت كمان ملك مرشح، مفاجاه غير متوقعه بالنسبه لي، على الاقل ما طلعتش مجرد راجل عادي، بس ده ما يغيرش حقيقه انك اهنتني. بتاخد منه سيفه وبتامر الباقيين انهم يقلعوهم كل هدومهم. بتاخدهم على وادي كده وهم عريانين وتقول لهم ان ده هو اعمق وادي في المملكه كلها، وبيطلق عليه لقب وادي الموت، مفيش حد رجع منه عايش قبل كده. يا وقع سودا. وفي خلال كده بتيجي بنت المسترس وبتقول له لو رجعت عايش ابقى اخرج معاك، بس ده لو رجعت اساسا، وبتزقه من فوق. سندباد والباقي هم كمان بينطوا وراه، وهنا هو الوحيد اللي قرروا يسيبوه، وده علشان يفحصوا بنيه جسده الاستثنائيه. وبصراحه ربنا يكون في عونه صديقي، فعلا ان كيدهن عظيم. وعلى الناحيه الثانيه سندباد واللي معاه من حظهم بيكونوا وقعوا في الميه وقدروا ينجوا من السقوط. بس السؤال الاهم دلوقتي هم ازاي هيخرجوا من هنا؟ لازم نلاقي مخرج. ولكن سندباد ما بيكونش فارق له كل ده، وبيقول لمسترس هي البنت دي كانت بتقول لك ايه بالظبط؟ بيقول له مفيش، زقتني وخلاص. قال له لا انت مخبي حاجه، البنت قامت لك بحاجه قبل ما تزقك انا متاكد. وحرفيا الاثنين في عالم موازي. طب البسوا حاجه الاول. وبعد شويه بيروحوا يلبسوا شويه ورق شجر وبيبداوا في استكشاف المنطقه. وبعد كام ساعه بيكونوا خلاص جابوا اخرهم من التعب. المشكله ان حتى جدران الوادي مغطاه بالطحالب، يعني من المستحيل تسلقوا، ده غير ان مفيش اي حيوانات يقدروا ياكلوها. مسترس بيطلع لهم حتتين لحمه وبيقول لهم ده اخر حاجه معايا، فرصه ساعد دايما بيحتفظوا بطعام للطوارئ، كلوها انتوا بالهنا والشفاء. جعفر بيقول له لا دي بتاعتك انت يا مسترس، لازم تاخد واحده على الاقل. بيشكره وبيقول له بصراحه انا كنت هموت من الجوع. سندباد بقى بيحس على كرامته شويه، بيقول له خد انت الثانيه يا جعفر، ما ينفعش اخد الاكل من اصغر واحد فينا.
جعفر بيقول له شكرا لاهتمامك، بس ما تقلقش عليا، لما كنت شغال سفاح كنت اوقات بقضي ايام من غير اي اكل. سندباد بيقول له ايه ده فعلا؟ يبقى هاكلها انا. مسترس بيقول له بقى مش عيب عليك، بص على جعفر بقى عامل ازاي، الواد بقى لحمه على عظمه وعايز تاكل اكله وبياخدوها منه. بيجي الليل وفي خلال ما هم نايمين بيحسوا بصوت حاجه غريبه، بيصحوا بيتصدموا بتعابين في كل حته حواليهم. يا نهار ابيض، ويبدو كده ان ده اساسا مستنقع تعابين. سندباد خلاص بيبدا يقول الشهادتين وبيستعد لموته، ولكن جعفر وقتها بيمسك التعابين وبيفصل راسها عن جسمها. بيقول لهم مالكم كده اجمدوا شويه، كل الحكايه انكم جعانين علشان كده مش عارفين تفكروا، لكن لو فصلنا الراس هنقدر ناكلها. العيال فعلا بيوافقوا على كلامه وبيبداوا يطبخوا فيها. صدق اللي قال الجعان يبلع الزلط. وبكده يكون انتهى اول يوم ليهم في وادي الموت، ومع مرور الوقت بداوا يتعودوا على الحياه هنا. بداوا بياكلوا الافاعي وبيشعلوا النار علشان يتدفوا، صنعوا بيت يحميهم من المطر والرياح، وبقوا يصحوا وقت الشروق ويناموا على الغروب. وبكده يكونوا نجحوا في التكيف. بتستمر حياتهم على الوضع ده، وتقريبا كده بداوا ينسوا الموضوع الاصلي اللي جايين علشانه. وفي خلال ما هم بياكلوا التعابين مسترس بيكون جاب اخره وبيقول لهم هو احنا ليه بنتكيف على نمط الحياه ده؟ هو انتوا نسيتوا احنا ليه هنا؟ بيقولوا له علشان التكيف. غلط، احنا هنا لان البي اغضب الملكه، وهدفنا كان تاسيس علاقه تجاريه مع ارتميرا، علشان كده لازم نحاول نخرج من هنا. ولكن برضه مفيش فايده، التكيف بيبقى اكل دماغهم وما عادوش فاكرين اي حاجه من دي. بيقرر يروح يتمشى شويه على امل يلاقي اي حاجه مفيده. بيقول في نفسه مفيش فايده، كده احنا هنفضل عايشين في الوادي ده للابد. انا لازم اخرج من هنا اشوف بنتي دي تاني، قصدي علشان احقق حلمي واشوف العالم الخارجي. وفي خلال ما هو ماشي بالصدفه بيدوس على حاجه طريه كده. بيرجع بسرعه لسندباد وجعفر بيوريهم اللي هو لقاه، والمفاجاه انها بتبقى قطعه لحم كبيره. سندباد وجعفر طبعا بيتصدموا. مسترس بيقول لهم انا لقيتها امبارح على الارض لما كنت بستكشف المنطقه، وكانت متقطعه وجاهزه زي ما انتم شايفين. سندباد بيقول له انت عارف معنى كلامك ده ايه؟ معنى كلامك اننا هنتعشى لحمه النهارده. مسترس هيتجنن. بقول لك لقيتها متقطعه وجاهزه، مش شايفين انها غريبه ان يبقى في لحم زي ده هنا؟ لو فكرنا شويه هنعرف انها مش صدفه وان في حد هو اللي حطها، ممكن ده يكون طريقنا للخروج من هنا. ولكن سندباد وجعفر بيكونوا بداوا بالفعل في طبخها ومش عاطينه اي اهتمام. بيلاقوا حاجات كريمه ملزوقه فيها فبيرموها بما انها ما بتتاكلش. مسترس بيبقى عمال يعيط، ولكن سندباد بيجي له بيطلب منه ياخدهم على المكان اللي هو لقاها فيه. بيوصلوا على هناك وبيتصدموا بعدد كبير من اللحم مرمي على الارض. ده ازاي كده؟ سندباد بيروح يشمها وبيقول لهم ده لسه طازه، وسريعا بيبداوا في جمعها هو وجعفر. سندباد بيقول له ناكلها اول وبعدين نشوف مين اللي بيجيبها. في الوقت ده بيجي مجموعه من طيور ارتميرا وبيخطفوها كلها. اللحمه حراميه. مسترس خلاص بيكون فقد الامل، ولكن سندباد بيجي له وبيقول له ما تقلقش، يبدو كده ان الحظ في صفنا المره دي. وفي اعلى الوادي بنشوف مجموعه من النساء واشباه الرجال وبيكونوا مستغربين ان الاحجار الكريمه اللي بيجمعوها اقل من الطبيعي. اشباه الرجال بيقولوا لها ان دي غلطه الطيور، فهم اللي ما بقوش يجيبوا اي لحمه مؤخرا. يبدو كده ان هم اللي كانوا ورا كل ده. وعلى الناحيه الثانيه سندباد بيطلب من جعفر ومسترس انهم يجمعوا كل قطع اللحمه اللي على الارض قبل ما الطيور تاخدها. مسترس بيقول انا اللي فكرت انه عاقل، كنت عارف ان كل همه على اللحمه. جعفر بيقول له ما تقلقش، سندباد عنده خطه. وفعلا في الوقت ده بتبدا تترمى عليهم قطع كبيره من اللحم، وسندباد بيقول لهم انا كنت مستني اللحظه دي من زمان، هي دي مخرجنا من هنا. وفي اعلى منحدر الطيور بتجيب اللحمه كالمعتاد، واشباه الرجال بيبداوا في جمع الاحجار الكريمه ملتصقه فيها. ولكن فجاه بيتصدموا بسندباد واللي معاه خارجين لهم من جوه اللحمه. احنا خرجنا يا رجاله. بياخدوا شويه هدوم منهم وبيستروا نفسهم اخيرا. وبيتضح صديق ان ده في الاساس يبقى منجم لجمع الاحجار الكريمه. كانوا بيرموا اللحم لاسفل الوادي وبعدها يخلوا الطيور تلتقطها، وبكده يقدروا يحصلوا على الاحجار الكريمه الملتصقه فيها. ولكن لان سندباد واللي معاه بداوا ياكلوا كل اللحمه، ده خلاهم يفكروا ان في وحوش مفترسه في اسفل الوادي، وبداوا يرموا قطع لحمه اكبر علشان ما تلحقش تاكلها. وبالطريقه دي قدروا انهم يستخبوا جواها ويخرجوا من هنا. مسترس بيبقى متفاجئ، ما طلعش كل همه على اللحمه زي ما كنت فاكر. كده ما فاضلش غير انهم يقدموا تقريرهم للملكه ويوروها انهم نجوا. وجوه القصر الملكه بتبقى قاعده في اوضتها ومبسوطه بوعاء فاليفور اللي خدته من سندباد. بتتفاجئ بسندباد داخل عليها بيقول لها انا رجعت من الموت علشان اشوفك. بياخد منها القلاده والسيف وبيقول لها انت كنت بتستخدم الدميه في كل مقابلاتك، علشان كده توقعت انك تبقي شايلاهم في مكان قريب منك. الملكه في الوقت ده بتبقى تنفجر من الاحراج وبتقول له مش هسامحك. بتجيب الروح من تحت السرير وبتقول له انا هخليك تندم على اهانتك ليا. بتنادي على الجن بتاعها وبتطلب منه يسكن جواها ويحولها لمحارب عظيم. هو ده تجهيز الجن الخاص بيها، انا هوريك قوتي. في نفس الوقت ده كان كل من جعفر ومسترس متوجهين على مكان هنا علشان ينقذوه. بيتصدموا بسندباد والملكه طايرين في السماء وكل واحد فيهم بتجهيز الجن بتاعه. سندباد بيهاجمها بالبرق، ولكن ميرا هي كمان بتهاجمه بنفس البرق والضربتين بيلاشوا بعض. هل معنى كده ان هي كمان بتستخدم جن برق زي بعل؟ سندباد بيقول لها في الحلقه دي ايه رايك اوريكي قوه الجن التاني؟ وفعلا بينادي على فاليفور وبيبدل التجهيز الكامل الخاص بفاليفور. ميرا بتقول له ايه يعني؟ فاكر ان حاجه زي دي تنفع معايا؟ سندباد وقتها بيرفع ايده وبيستخدم هجومه، ولكن مفيش حاجه بتحصل. ميرا بتقول له بقى هو ده اخرك؟ بتهجم عليه وسندباد بيستمر في تفادي ضرباتها. بيستعمل قوه فاليفور وبيهاجمها بالبلورات الثلجيه. الهجوم فعلا بيصيبها، ولكن برضه الملكه ما بتتاثرش. بتقول له خلينا اعرفك حاجه، الجن بتاعي عباره عن جن بثلاث رؤوس، واحد فيهم بيتحكم في البرق والتاني بيتحكم في الجليد، اما الجسد الرئيسي اللي هو انا بيتحكم في النار. انا بمتلك الجن المطلق واللي بيضم ثلاث عناصر مختلفه، ما تقدرش تهزمني بعنصرين بس. روح افتح لك كمان برجين. جعفر ومسترس مصدومين، ده ايه الجن ده كده سندباد ما عندوش اي فرصه في انه يفوز. ولكن جعفر بيقول له ثق فيه، اكيد سندباد عنده خطه. ومن تاني بيبدا يرفع ايده وبيكرر نفس الحركه من تاني. ميرا وقتها بتاخد
بتاخد الموضوع بجديه وبتهاجمه بعنصر النار. سندباد بيحاول يتصدى ليها ولكنها بتجهز نفس الهجوم من تاني. سندباد يعني محاصر ومش هيقدر يتفاداها. الهجوم فعلا بيصيبه والغابه نصها بيتحرق. ميرا بتقول له كنت عارفه انك زي باقي الرجاله. بتبدا تضحك ولكن فجاه بتلاقي سندباد وراها بيقول لها انا لسه ما متش على فكره. ميرا بتتصدم، ده ازاي كده؟ انا متاكده اني قصدتك. جعفر وقتها بيفهم كل حاجه، بيقول له قدره فاليفور الحقيقيه بدات تشتغل. فاليفور جني بيتلاعب بالجليد والتلج ولكن ده جزء من قوته الحقيقيه مش اكتر. ميرا وقتها بتبقى جابت اخرها وبتقرر تستخدم اقوى هجوم عندها. وريني بقى تقدر تهرب منه ازاي. بتستخدم كل من النار والبرق والجليد مع بعض وبتجهز لهجومها النهائي، هجوم بيدمج العناصر الثلاثه مع بعض. لسه هتفعله ولكن فجاه سندباد بيجي من وراها وبيديها على قفاها، بيقول لها غلط كده، لو استخدمت هجوم زي ده هتأذي البلد اللي المفروض تحميها. ميرا مش فاهمه هو ازاي بقى ورايا، انا ما شلتش عيني من عليه. بتتعصب اكتر وبتهاجمه ولكنه برضه بيتفاداها وبيقول لها انا هنا. ميرا في الوقت ده بدات تتوتر ومش فاهمه ايه اللي بيحصل. بتقول له عليها هجمات مش بتصيبه، زي ما اكون بقاتل حد من بعد تاني. جعفر بيقول له قدره فاليفور الحقيقيه هي الركود، قدرته على تجميد حركه العدو هي القدره الحقيقيه لفاليفور. يعني باختصار مش بس بيقدر يتلاعب في الجليد، لا ده بيقدر يجمد حواس الخصم نفسها. وهو ده اللي سندباد كان بيعمله لما رفع ايده، هو انه كان بيستخدم قدره الركود على الملكه نفسها، وده اللي اضعف من حواسها وما بقتش قادره تستوعب تحركات سندباد، لدرجه ان هي نفسها لسه مش مدركه انها بقت تحت تاثير قدرته. ميرا بتقول مستحيل، معقوله هخسر قدام راجل؟ سندباد بيقول لها يا ريت ما تتحركيش، مش عايز الجا للعنف ضد بنت. بيستخدم قوه فاليفور وبيجمدها بالكامل، وبكده هتبقى المعركه انتهت بانتصار سندباد. وبعد انتهاء المعركه سندباد واللي معاه بيروحوا يقابلوا الملكه وبيكونوا خايفين لا تعدمهم بعد اللي سندباد عمله، ولكن وعلى عكس المتوقع ميرا بتعترف بيهم وبتقول لهم انها موافقه على عقد التجاره بين ارتميريا وشركه سندوريا. بتقول لهم بعد ما قرات الشروط لقيتها صفقه مش بطاله، هبعت معاك دبلوماسي من بلدنا لشركتك وهنحاول نتعاون على قد ما نقدر، فكل ما زاد ازدهار بلدنا زاد مستوى معيشه السكان. سندباد بيقول لها كلامك ده شرف ليا. بتقول له بصراحه كل ده كان شكليات، الحقيقه اني مش عايزاك تبقى عدو يا سندباد، حتى بالقوه اللي عندك فانت اخترت تبقى تاجر. يا ترى ايه هو هدفك الحقيقي؟ بيقول لها من ساعه ما حصلت على قوه الجني وانا حاسس بتقولها حاسس ان من واجبي هو انشاء عالم خالي من الحروب، وعلشان كده فانا محتاج لقوتك. انا متاكد ان القوه دي هتشعل حرب جديده، وعلشان نتفادى ده فلازم نستعد ليه، وده اللي بحاول اعمله عن طريق اني باسس تحالفات مع اشخاص اقوياء زيك. انا بالفعل شكلت تحالف مع كل من ايموتشاك وسيسان، فالشخص اللي قدامك ده يبقى هو مسترس ليوكسس ابن ملك فرسان سيسان. ميرا بتستغرب، ما توقعتش ابدا ان ملك الفرسان العنيد ده ممكن يوافق. بتقول له هو خسر مش كده، خسر في معركه ضدك زي ما انا خسرت. لو انت كنت عايز تدمر بلده كان زمانك عملتها من زمان. اكيد داريوس ادرك ده وقرر يقبل التحالف بتاعك بدل ما يخليك عدو ليه. سيسان عندها علاقات مع ريم، لو الساحره الاسطوريه عرفت عن موضوع الحاويات المعدنيه اكيد الموضوع هيختلف. كلهم بيستغربوا، بيقولوا لها من الساحره الاسطوريه دي. بتبدا تحكي لهم وبتقول لهم انها ساحره كرست نفسها لاجل امبراطوريه ريم فقط لا غير، وعاشت ل 200 سنه، بمعنى تاني تبقى هي الماجي الاسطوريه. العيال طبعا بتستغرب اكتر، 200 سنه ايه والماجي الاسطوريه مين؟ ايه هو الماجي اساسا؟ بتقول لهم لحد دلوقتي فهم لسه كان غامض بالنسبه لنا، ولكنهم دايما كانوا بيظهروا في الاساطير في اوقات مهمه من التاريخ علشان يرشدوا حياه البشر وينقذوا العالم، يبقوا من اعظم السحرة على الاطلاق، وكمان بيتم تسميتهم بمختارين الملك، يعني الشخص اللي بيختار الملك. الماجي بيمتلكوا قوه تفوق فهم البشر، بمجرد حركه منهم بيظهر برج متخزن في قوه الملك وعندهم القدره على تحديد الملك وارشاده للبرج. سندباد بيبقى عمال يسمع في كلامها وبدا يربط الاحداث ببعض. كلامها ده ينطبق على شخص واحد بس، يونان طبعا مفيش غيره، هو اللي ارشده للبرج وكان بيراقبه طول المده دي. ايوه صديقي يونان يبقى ماجي. سندباد بيقول لها ايه هو الماجي بالظبط؟ بتقول له ما انا قلت لك لسه ما نعرفش حاجه عنهم، ولكن لو في حاجه اقدر اوصفهم بيها فهم الاشخاص المباركين من قبل المانا والروف. الروف هي طاقه الحياه وتتدفق في العالم، والماجي مباركين بقدر لا نهائي من الروف. يعني باختصار تقدر تقول ان هم اللي بيمثلوا اراده العالم. ده يفسر ليه الابراج بدات في الظهور وان انا وانت فاتحين. عموما في الوقت الحالي انت هو الراجل الوحيد اللي انا بعترف بيه يا سندباد، انا موافقه اشكل التحالف معاك. وبكده يبقى سندباد نجح في ضم بلد جديد ليه وهي مملكه ارتميرا. بيخلصوا كلامهم مع الملكه وبيروحوا يستعدوا علشان يغادروا بكره. مسترس بيقول لهم ها واحنا ما وراناش حاجه لحد بكره صح؟ اصل في حاجه كده لازم اعملها. سندباد بيقول له حاجه ايه؟ كنت عارف ان البنت دي قالت لك حاجه، اشرح لي حالا قالت لك ايه؟ في الوقت اللي البنت اللي بيتكلموا عليها بتيجي وتقول له ما توقعتش انك هترجع فعلا. سندباد اخيرا بيفهم، دلوقتي بس عرفت هو ليه كان مستعجل يخرج من الوادي قوي كده. بس مش ملاحظين انكم ناسيين حاجه؟ البنت بتقول لهم صحيح صاحبكم لسه معانا، مع اننا مش عايزينه يمشي بس الملكه للاسف امرت باخراجه، وواضح كده انه عانى معاهم يا صديقي. بيقولوا له شكرا لمساعدتك في الابحاث، يبقى تعالى في اي وقت. هنا هو بتبقى جات له صدمه نفسيه، بيقول لهم والله ما كنت رورم، انا ما عملتش حاجه غلط. مسترس بقى بينفجر من الغضب وبيقول له بقى احنا كان طالع عينينا في الوادي وانت كنت قاعد هنا مع البنات، انا مش هسامحك ابدا لباقي حياتي. سندباد وقتها بيهديه وبيقول له لسه في فرصه نعوض اللي راح، وبياخدوا المكان كده. وفي اليوم اللي بعده بينضم لهم فرد جديد وبتدعى براسيني براتيميا، وهي دي اللي هتمثل التعارف مع ارتميرا وهتبقى مسؤوله عن تنظيم التجاره. بيستعدوا اخيرا للرحيل وبراسيني بتقول لهم التور دي هتاخدنا على المكان اللي السفينه راسيه فيه، ولكن وقبل ما يمشوا ميرا بتيجي تودعهم بنفسها، بتقول لهم
لهم بصراحه هتوحشوني، مين هيسليني دلوقتي؟ عموما قلت اجي اودعكم وبالمره اعرفكم على بناتي في حين لو حصل لي حاجه تاخدوا بالكم منهم. وبالمناسبه صديق الجيش اللي حواليها ده هم كلهم بناتها، ومن بينهم واحده فيهم بتمسك في سندباد واضح كده انه عجبها، وهي نفسها اللي شفناها بتقود الطائر في الاول. بتقول له اسمها هو بيستي، على الرغم انها اصغر بناتي ولكنها بقت بالفعل بتقدر تتحكم في طيورنا العملاقه، موهبتها بتتفوق حتى عليا. بتدي له ريشه كده على شعره ومنها بتعرفه ان الريشه دي بترمز للحظ في بلدهم. بتمنى لكم الحظ من كل قلبي. بيودعوها بعدها بيركبوا مع الطيور وبيغادروا. بيستي بتقول لها انا شميت ريحه بحر عظيمه من الشخص ده، انا عمري ابدا ما قابلت حد زيه. بتقول لها ولا انا، متحمسه اعرف ايه اللي هيعمله في المستقبل. بيرجعوا اخيرا على مدينه نابوليا والكل بيرحبوا برجوع سندباد، وبيعرف منهم ان لورم رجعت لموطنها لانها في الشهر الاخير من الحمل. بيقول لهم معنى كده ان هو اللي بيتكفل بواجباتها في الوقت الحالي. بيروح يفتح الباب على فيتل وبيلاقيه مشغول بالاعمال الورقيه لدرجه انه ما بياخدش باله ان سندباد دخل. بيتفاجئ بيه جنبه بيقول له انت رجعت امتى؟ سندباد بيقول له شكرا انك اخدت بالك من الشركه اثناء غيابي، اكيد الموضوع ما كانش سهل عليك، وعلشان كده خد شويه الوثائق دول ظبطهم هم كمان، اسيبك انا بقى. بيروح يحتفلوا بمناسبه رجوع للشركه وسندباد بيعرفهم على الاعضاء الجدد، مسترس ابن ملك فرسان سيسان وفارس قوي في حد ذاته، ودي هي براسيني هتبقى معانا كدبلوماسيه لمملكه ارتميرا. الاثنين دول يعتبروا رمز لصداقتنا مع سيسان وارتميرا، رحبوا بيهم هما الاثنين. من هنا ورايح شركه سندوريا هتستمر في التوسع اكتر واكتر. سيسان وارتميرا وايموتشاك الثلاثه دول هم حلفائنا اللي وثقوا فينا. مستقبلا ضغط الشغل والطاقم هيستمر في التزايد، بس انا متاكد اننا قدها. شركه سندوريا هتصبح الاولى في امبراطوريه ريم، لا ده هتتصدر العالم كله، وقريب جدا هننشئ دولتنا المثاليه. وبس كده يا صديقي، لحد هنا بتكون انتهت حكايه سندباد، ولحد الان لسه ما نزلش اي مواسم جديده. ولكن قبل ما تحبط فانا عايز اعرفك ان دي كانت مجرد قصه جانبيه للانمي الاصلي. الانمي الاصلي سندباد فيه هو شخصيه فرعيه بصفته ملك لدوله سندوريا، ولكن مش هو البطل، يعني هيبقى معانا بطل جديد. فلو حابين اننا نلخص لكم القصه الاصليه انزلوا عرفوني تحت في الكومنتات، ولو لقيت تفاعل كبير عليها هنزل لكم الجزء الاول منها واللي هتتكلم عن مغامرات علاء الدين وعلي بابا وليله كبيره قوي يا صديقي. وبس كده دي كانت كل حاجه، اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا. نتقابل على خير في فيديو جديد، وبس كده سلام.